زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقاتكم الأسبوعية المصورة. يقول المغاربة: المكسي بحوايج الناس عريان. ويقول الشاعر العربي الشهير جبران خليل جبران: ويل لأمة تأكل مما لا تزرع، وتشرب مما لا تعصر، وتلبس مما لا تنسج. وهذا حال الأمة المغربية مع قطاع التعليم، حتى شاهدنا صور تدمي القلب: تلاميذ بدون طاولات، 4 تلاميذ في طاولة واحدة، وتلاميذ داخل حجرات بدون كهرباء، وهلم جرى من المشاهد والفواجع التي تدمي القلب. هذه الفواجع التي كانت نتاج ديال غياب سياسات وطنية مغربية شعبية. وهنا كنرجعوا للمقولة ديال جبران خليل جبران: ويل لأمة تأكل مما لا تشرب، وتلبس مما لا تنسج، وتأكل مما لا تزرع. هذا النقاش ديال اليوم هو يأتي تفاعلا مع النقاش الآن في الساحة الوطنية على مستوى الصفحات الاجتماعية وعدد المواقع الإلكترونية، على خلفية القرار الصادم واللي هو في الأصل قرار ديال الحكومة المغربية والقاضي بإنهاء مجانية ديال التعليم في السلك الثانوي التأهيلي وفي الجامعات والمعاهد. وأنتم تعلمون المغاربة شكون اللي وقعنا لهذا الحال هذا وهذا الصوار وهذا البؤس اللي ولينا كنوصلوا له، وأنه ضروري خصنا نرجعوا للتاريخ، لأنه كاينه واحد السياسة تدليسية تمارس في هذا النقاش، وكاينه واحد المزايدات سياسوية، ونحن كتعرفون كموقع لا نحب المزايدات السياسية ولا يمكن أن نشارك في بيع الوهم. فالواقع ديال التعليم ليس مسؤولية حكومة بن كيران وحدها. علينا أن نقول للمغاربة الحقيقة، علينا أن نعود إلى التاريخ لنعرف كيف جاءت الجرائم ضد الشعب المغربي في واحد من أقدس حقوقه، وهو الحق في تعليم شعبي عمومي مجاني. طبعا حكومة ديال بن كيران جريمتها ثابتة كمنفذة كمتواطئة كمستفيدة، هذا ما فيه نقاش، ولكن أن نحملها كامل المسؤولية وأن نختزل النقاش كله في حكومة البي جي دي، فهذا جريمة أخرى ضد الوعي ديال الشعب، ضد التاريخ، ضد الحقيقة، وضد الأخلاق. كلكم تتذكرون 1983 وكاينه ما قبل منها، ولكن كتعرفون الحلقة ما غتسعش باش نعاودكم بزاف الحوايج، ولكن غنحاول نوقف عند المحطات البارزة. أحداث ديال 1981، انتفاضة الشعب المغربي في الدار البيضاء واللي سماهم الراحل ادريس البصري بشهداء كوميرا. من بعد كيجي التقرير ديال المؤسسات الماليه واللي خرجوا ما يسمى سميتها سياسه التقويم الهيكلي. تيقولوا المغربي الا بغيتي تخرج من ازمتك غادي تتبع واحد العدد من الحوايج، غنعطيوك الديون هاك الفلوس، ولكن شريطه غادي تلتزم بواحد التوصيات. هاد التوصيات من جملتها خصك تبيع القطاعات العموميه، لان التعليم والصحه وعدم القطاع الاجتماعيه كيديروا لك ثقب في الميزانيه، خصك تبيع باش تصور شويه د الفلوس. انتيا كدوله انت كتبقاي تخلصي الموظفين والتعليم وتكلفي بالمدارس وكذا، كيولي على كاهلك واحد المشكل كبير مالي. اذا علاش ما تطلعش على هذا الجانب هذا وخلي الخواص هما اللي يديروا هاد الحوايج هادو، وانت رجعي للور كدوله. الدوله ما تبقاش هي اللي كدير استثمار، خلي القطاع الخاص هو اللي يستثمر. قالوا له خصك تخفض لنا القيمه ديال الدرهم، وخصك تبيع المرافق العموميه، وحدات من الاجراءات طبعا في ديك السياسه التقويم الهيكلي، وانا وقفتكم عند اهمها. اذا ضرب المجاني ديال التعليم وبيع الخصاصه هي توصيه في التقرير ديال سياسه التقويم الهيكلي. ولكن تعلمون بان في 83 حتى الوضع السياسي في البلاد والوضع ديال الجامعه والوضع ديال الاتحاد الاشتراكي والوضع ديال احزاب الحركه الوطنيه والوضع ديال المجتمع المدني، كل هذه الاوضاع هذه ما سمحتش القوى المتربصه بالتعليم العمومي، اللي بالمناسبه التعليم العمومي ولا التعليم المجاني اللي جا نتاج ديال تضحيات مريره. ومبغيتش نرجع لكم للتاريخ، خصكم تذكروا دائما انتفاضه الخبز ديال 65 كانت الشراره ديالها هو واحد المذكره ديال كتحرم اللي فات السانكيام اني ما يكملش قرايته وانتفض الشعب المغربي، ومن بعد راه كتعرفوا التاريخ شنو جا من وراه. واذا
في هذه اللحظه اللي كانت الجامعه قدرت الحركه الطلابيه تصدى لهذه المخططات، قدروا على الاقل الاتحاديين كان باقي فيهم شويه ديال الوطنيه، وكان باقي فيهم شويه ديال الايمان على الاتحاد. التقدم والاشتراكيه هو كان باقي فيه شويه شي بركه. الاستقلاليين حتى هما كان فيه مهم عدد من الحويجات الى حد ما كان باقي. غتجي تقرير ديال 1995 البنك الدولي، واللي غيرسم واحد الصوره كارثيه على الاوضاع في المغرب اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا. وهنا غيجي الخطاب ديال الحسن الثاني الى تذكرتوه الشهير اللي سماه السكته القلبيه، واللي على ضوءه ومن بعد غتجي الحكومه ديال التناوب وغيتشكل المجلس ديال المستشارين وعدد من الاجراءات غيديرها الحسن الثاني تفاديا للسكته القلبيه، وغيمهد كيفاش انتقال سلس السلطه منه الى الابن ديالو الملك محمد السادس. اذا هنا غيجي الميثاق الدار قبل غدا الدار اللجنه برئاسه السي محمد بوستا، لجنه خاصه بالتعليم. من بعد غتجي لجنه ثانيه غيترأسها السي عبد العزيز مزيان بن الفقيه المستشار الملكي الراحل، وهي اللي غتشرف على انجاز مشروع الميثاق الوطني للتربيه والتكوين. وانا درت لكم هذه الجرة التاريخيه المغاربه باش تعرفوا بان ضرب مجانيه ديال التعليم ماشي ضربها بالكيران، هي كما قلت توصيه منذ سياسه التقويم الهيكلي، ولكن تابليكات مع مزيان بن الفقيه. مشروع الميثاق الوطني للتربيه والتكوين اللي كان في بولود ديالو باقي لدابا شنو فيه هادشي ديال ان الدوله تلتزم فقط بالتعليم الاساسي او التعليم الالزامي حسب المعايير الدوليه اللي من التحضيري الى التاسعه، ما عداها من فوق هادو غيوليو يخلصوا هادشي. وهنا خصنا نذكروا الناس اللي كيزايدوا على البي جي دي دابا النخبه كلها تواطأت ضد الشعب المغربي، جميع الاحزاب، الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، التقدم والاشتراكيه، جميع الاحزاب اللي دابا كتزايد واللي كلها قبلت بالميثاق الوطني وصوت عليه داخل البرلمان، واللي فيه ان المجانيه ديال التعليم تضرب، واللي فيه العمل بالتعاقد. هادشي كاين في البرلمان اللي دابا نوض للحيحه كذلك كاين تما. اذا النخبه اللي خيانت هذا الشعب المغربي راه قديم معاه اكس ليبان، ماشي حتى حنا كنبغيو بعض المره ننساو ملي سناو في معاهده اكس ليبان على الحمايه تبقى 100 عام، وهذا التاريخ ما غنرجعلوش. كنقول دائما الشعب المغربي ما خدش هاد الشطحات وهاد الرقصات ديالنا حنا والمعارضه وكيواجهوا لا هما راه كلشي واكل وكلشي شارب وكلشي مفطح والشعب مسكين في دار غافلو. اذا الميثاق الوطني للتربيه والتكوين كان فيه ضرب مجانيه ديال التعليم، وصادقت النقابات والجمعيات وكلشي شارك وكلشي هايل وكلشي سكت. بل ان عبد الاله بن كيران، وهذا اللي واحد من طبعا هذا بدرجه ماشي غير فارس في الخيانه ضد الشعب المغربي، وانتم كتسمعوه كيقول لك كيفاش هو يعني دافع على الميثاق الوطني وكيدافع عليه. وانا شخصيا ما عمرني ما تكلمت في هذا الميثاق بسوء، ولا كان شي واحد تكلم في هذا الميثاق بسوء وعمرني ما سمحت بالحزب ديالي يتخذ منه موقف سلبي. الميثاق اللي دار في العهد ديال السي مزيان بن الفقيه كان صالحا ولا يزال صالحا. اذا هو ما عندوش مشكل مع الميثاق الوطني، بل الحزب ديالو كيقول لك ما خصوش يسوء هذا الشيء، وراه قال بانه انه دافع على رفع الدوله خصها ترفع يديها على التعليم. انا الذي قلت يجب ان ترفع الدوله يدها عن التعليم والصحه. اذا الخصصه ديال التعليم والعمل بالتعاقد والهجوم على التعليم والهجوم على الشعب المغربي الفقير في التعليم، هذا جريمه تواطأت فيها الدوله بجميع مكوناتها، احزاب واغلبيه ومعارضه ونقابات وكل شيء. وقبل ما نكمل خص واحد التوضيح في واحد النقطه، لانه كيوقع واحد التدليس في واحد المعلومه، هو ان حق المجانيه غتكون غير فقط على الميسورين هما اللي غيعاو. هذا غير تحايل، الكذوب. المدرسه العموميه والجامعه العموميه ما كيقصدوها غير الفقراء، ولاد ما الفلوس الميسورين راه كيمشيو للمعاهد الخاصه والجامعات. اذا هذا ضحك على الدخول. ثانيا بالضرب ديال التعليم ما يمكنش يجي دفعه واحده في جميع المستويات، كتضرب الجامعات الثانويه من بعد الاعدادي من بعد المدرسه الخاصه. دونك السياسه في الافق هي غنرجعوا لسياسه التقويم الهيكلي الخوصصه، الدوله ما تبقاش تحط يديها كاع. اذا هذا النقاش ديال كذا غير بوركان. اذا كنرجعوا نقول من جهه التقويم الهيكلي، من جهه السياسه ديال التربيه، الميثاق الوطني للتربيه والتكوين واللي فيه التعاقد واللي شاركوا فيه هاد عباد الله، مع السعف ما كانش يمكن داك الشيء طبعا، حتى هو كان عنده شي شويه، ولكن مع الحبيب المالكي فين غتبدا الهجوم وغيدخلوا تخصصات داخل المعاهد والمؤدى عنها، وغتجي لطيفه العابده وتما غيولي الهجوم عليه مع وسيخ شيشن يعني بالعلال يا عباد الله على
على التعليم. وصولا الى هذه اللجنه الان. وطبعا ملي كنقولوا كما قلت لكم الويلات، شكون اللي وصل هاد الويلات هادو؟ انتم كتشوفوا شحال جربنا، شحال تصرف على الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، شحال تموبيليزات عباد الله، شحال الفلوس رصدت اللجنه، وشحال ديال اونفان في الاخير قالوا فشل هذا المشروع هذا باعتراف يعني المسؤولين ديال الدوله. جابوا لنا المشروع الاستعجالي مع السي خشيشين عاوتاني تصرفت الملايير 80 مليار اللي كانت مرصوده، 80 40 بقات 40 مشات. كيجي الحسن الداودي وكيقول لك هادو اللي داروا المشروع الاستعجالي خصهم الحبس. كيقولها الوزير ماشي بصفته كحقوقي ولا كمعارض، كيقولها هو في حكومه عندها صلاحيات. ووزير العدل اللي هو اللي كيحرك الدعوه العموميه في رئيس النيابه العامه، واللي ممكن كما كيتبورد على الموظفين وعلى الصحفيين وعلى القضاة والحقوقيين، هو عنده كيجي الحسن الداودي وكيقولها لجريده الصباح في عدد وفاه 1 جانبي 2015، تيقول لهم هادو اللي داروا المشروع الاستعجالي خصهم الحبس. يعني كيقول ماشي هو راه حكومه دارهم الناس باش يطبقوه ويعيط للسي الرميد ويدفع له باش الحبس، لا قالها وصافي. ومشات 40 مليار باعتراف ديال الدوله المسؤولين ديالها، مشات. جا السي محمد الوفا، وهذا واحد من الناس المحترمين رغم الاختلاف معها المغاربه، خاصكم تفتخروا بمحمد الوفا، زعما راه خصنا نكونوا رجال ونساء حرائر ونقولوها بحقيقه. ذاك الرجل مغمى المؤاخذات اللي عليه في شكله في هضرته كما وهذاك الشيء داخل في اطار اللوبي والاعلام ديالو، هما اللي حاولوا يسفوه وركزوا له على هذا الشيء ديال الله وبقات كتبومباردا، لان اللوبي ديال القطاع الخاص واللوبي اللي متحكم في القطاع الخاص واللي ما في صالحوش المدرسه العموميه راه عنده الاعلام ديالو وعنده النقابات ديالو وعنده الجيش ديالو وعنده القضاء ديالو وعنده كل شيء ديالو مهيكل مقاد راسو. دونك ملي شاف محمد الوفا طرح 4 ديال القرارات جريئه، محمد الوفا كانت له الشجاعه بغى يسترجع المساكن الوظيفيه ديال الدوله ديالو بعد ما الناس استعمروها ولقى مقاومه. تصوروا كما تيقول اللبار بان مدير الاكاديميه ديال الرباط ما بغاش يرخي الدار. اذا القرار كان شجاع ديال الوفا. القرار الثاني ديال الشجاع ديال الوفا واللي خصكم المغاربه تذكروه هو القرار المذكر اللي دار بان اي رجل تعليم في القطاع العمومي ما يمشيش يقرر في القطاع الخاص. وانتم تعلمون القطاع الخاص والجريمه اللي كيدير هنا بتواطؤ الدوله. القطاع الخاص هو معفي من الضرائب، ما كيخلصش الضرائب وكيستافد بطريقه ظالمه وجائره من القطاع العام. حيت الاستاذ ملي كيجي يقرر في القطاع الخاص كيجي واجد. القطاع الخاص ما كيكونو، ما كيحفر له سينيسيس، ما كيوفر له حتى حاجه، فابور. شوفوا على جريمه كيستافد من القطاع. شكون هو القطاع الخاص؟ هما هاد الناس نور الدين عيوش وهذا الشيء ديال سميتو واحد الاول، وغادي يرجع بعدا في الاخر وتشوفوا شكون اللي هاد اللجنه ديال مجلس التربيه والتكوين، واحد منا واحد الاجنبي وهو من اشهر الناس اللي عندهم مدارس خاصه ودايرين هنا. هو قال لك غيعطينا سياسه استراتيجيه وغيصرفنا على القطاع ديال التعليم. اذا كنرجع لمحمد الوفاء قبل ما نكمل، هو من جمله الاجراءات ديالو قلنا لك هو استرجاع الوظائف المساكن الوظيفيه، نزيد عليها جوج بانه هذا الراجل هذا قلنا المذكره ديال اساتذه ديال التعليم، لان الاستاذ التعليم العمومي كيمشي يقرا في القطاع الخاص كيرجع للقطاع العام منهك، والاستاذ نتيجه خدام ب 7000 درهم ولا 8000 درهم وغارق في الكريديت البنكه وعنده 7 الوظائف. وكتعرفوا هاد الوظائف الصغرى بوليسي جدارمي معلم كتلقاه واخا خدام ب 7000 درهم كيعطي لخوه جالس، امه ولا ما عطاهاش خصو باش ياخذ رضا خصو يصيفط واحد 1000 درهم، عمو خصو كذا منتو. اذا كيضطر يكمل، باش يكمل واخا يخلص على الكرا كيصبر في حقوقه كيمشي للقطاع الخاص كيستغلوه. اذا القطاع الخاص تضرر من مذكرات الوفاء. اذا لها جوج. محمد الوفاء والضربه اللي كانت قاضيه واللي ما بغاوش يسامحوا عليها هي انه حط يدو على الافتحاص، الخشونه والفلوس اللي كانت. واش كتعرفوا المغاربه بان لطيفه العابده جابت واحد المشروع سميتو ضياف. هذا المشروع هذا اللي كان كيشرف المدير كيدي 3 المليون في اليوم، في يوم اجنبي، شخص اجنبي كيدي 3 المليون. واحد البرنامج جابوه من برا باش يطبقوه على في مستوى من المستويات الدراسيه، كيدي 3 المليون تقريبا شي 3 المليار في ذاك البرنامج. وكيجي محمد الوفاء وكيوقفوا. طبعا ملي يوقف محمد الوفاء تما عاد الناس اللي واكلين من هذا الفرح تعرفوا المشاريع كيفاش كتجي، راه كل واحد كياكل منها. اذا ضروا اللوبيات دونك غيسعروا عليه. ومشى كيقلب محمد الوفاء في افتحاص، بدا كيفتحص، مشى
المشروع الاستئجاري. 40 مليار المغاربه من فلوسكم مشات، 40 مليار مشات الى يومنا هذا. ها هو احمد خشيشن رئيس جهه. وبالمناسبه ملي كنهضر على احمد خشيشن قبل ما نكمل لكم، تصوروا في 2013 كنت خدام في جريده الاسبوع الصحفي، واللي رجع العدد نذكروا ما عقاش العدد شنو كان سميتو، درت واحد الملف سميتو من دمر التعليم العمومي في المغرب. وعيطت للسي احمد خشيشن كان في مراكش، قلت له السي احمد انا معك اسبوع الصحفي سي خشيشن، قلت له الله يخليك راك كنقاد واحد الملف وفي اطار يعني جميع المعطيات ووجهات النظر، بغيت نسمع لك اش كتقول في هادشي. قال لي السي المهداوي وياك تكتب شي حاجه، انا دابا الجمعه ولا كانت الخميس قال لي الاثنين نكون عندك في الرباط ما دير والو. قلت له ندير معاك التليفون. قال لي لا خلي تنجي عندك. قال لي غنجي عندك هي ما تقيس ما دير حتى شي حاجه. شنو قلت انا مع راسي؟ قلت هذا يعطيني حوار هكا كدا ويغني لي الملف، هذه نيتي مشات بحال هكا. جا عندي حتى كيعيط ليا الاسبوع الصحفي اللي كيعرف المقال ديالها قدام ماكدونالد، ها ماكدونالد قدامها الفوق السي 3 ايطاج. عيطت له في التليفون قبل ما يجي، انا جريده وصفت له وهو عارف الجريده عفوا، لتحت واحد الكات ديالو، نتوما موالين الخير يعني كات معاه. هبطت عنده بوحدو، ركبت هنا حداه قدامه، اهلا لاباس بخير ركبني اللي كيعرف مزيان في الرباط. راه مساله بسيطه، ملي كتهبط ماكدونالد كاينه واحد الدويره غدور على باليمه وغدور على جهه البنك ديال المغرب، وغادي ترجع قدام بالبريد وغيرجعني من نفس البلاصه حتى النافوره قدام لاكار وغيحطني. وفي هذه الدوره شنو قال لي؟ كتعرف بان الانسان ملي كيسالي كوزير واجب التحفظ، كتلزم عليه ماشي كذا وما خصش يكون كذا وما خصناش نهضروا وما خصناش نخرجوا معلومات. ايوا قول لي في التليفون هاد الهضره. شنو بغيتي؟ نعم سيدي المداوي، وشويه مشى ليا ال 23 مارس وانا كنت مع بسلام بودرار اليسار بدا يعزف لي ملي عاق بيا انا عندي ميولات شويه في الجامعه والنضال، زعما رانا عندي تاريخ نضالي، عندك تحوم شي شكوك جهتي، رانا مناضل وعندي تاريخ. طاف حطني في بلاصتي، رجعني ما كاين والو، ما عطاني تصريح وما خصناش. طلعنا عند السيده رئيسه التحرير قلنا لها المعطيات وراه كتب داكشي الامانه، ها ما دار بيني وبينه اللي بغى يرجع الملف. اذا هاد الشخص دابا باقي دابا كيترأس رئيس الجهه، انا ما تنشك فيه، ما كنقول ديتي ما سرقتي، ولكن كاين نقاش، كاين 40 مليار. حنا والبارح عند الدريسيه ديك المواطنه ما البرد وليداتها، هادي 40 مليار راه ديالها. باش كيخلص التعليم؟ باش التعليم بديك الفلوس منين تجمعت؟ حتى الدريسيه كتساهم، لان الدريسيه كتشري البيض من الحانوت والبيض فيه الضريبه، اذا الدريسيه كتخلص الضريبه. الدريسيه ملي كتمشي تشري الباكيط من الحانوت راه كتخلص الضريبه في الباكيطه. اذا ملي كتخلص الدريسيه داكشي باش الدوله تعطيها التعليم لوليداتها، باش الدوله توفر لها الطبيب، باش الدوله اذا كنخلصوا للدوله ضريبه باش الدوله، ماشي حنا كنخلصوا الفلوس 40 مليار باش يديها فلان ولا علان ولا خديجه ولا زهره. اذا 40 مليار فلوسكم المغاربه. وجالس الناس متبعين نقاشات خاويه بعض المرات. اهم نقاش اللي ممكن الحركه الحقوقيه والحركه السياسيه نوقفوا كل شيء نتفاهموا في هذه عاد نزيدوا. هذا اهم النقاش، فلسطين والتطبيع والوقفات وكاع كل شيء خاص النقاش في هذا المستوى. لان الضعف الداخل، الا كنتي ضعيف داخل عمرك تكون قوي برا، كتقوي راسك لداخل الجبع عاد كتواجه العدود برا. اذا كما قلت لكم السي الوفا طيروه داو الحكم، جابوا هذا رشيد بن المختار. شكون هو رشيد بن المختار؟ لا علاقة له بالتعليم العمومي، رجل كان في جامعة الأخوين، قرا غير برا، شبع فلوس عنده. وبالمناسبة هاد رشيد بن المختار في عهد الحكومة الفيلالي دار صفقة مع شركة ديالو هو فيها الكمبيوترات وفيها كذا، ودار صفقة وخلصت الدولة داكشي. وكتعرفوا كاين اقسام ومدارس ما فيهم حتى الضوء، راهم الكمبيوترات وعدد من الاجهزه والحواسيب كيغملوا وضاعت الفلوس. وغيجي هو هذا الرجل وغيولي رشيد بن المختار هو وزير التربيه الوطنيه. والضحكه فين كاين؟ يعني التربيه الوطنيه، يعني التعليم وحنا دوله مغربيه ولغتنا عندنا جوج لغات، عندنا العربيه والامازيغيه. تصوروا ما كيعرفش الامازيغيه وما كيعرفش العربيه، وقالها بتصريح اعلامي. كاين شي سب اكثر من هذه؟ كاين شي تعبير على ان الدوله ما باغيش تصلح التعليم اكثر من هذا؟ ملي غتحطي واحد على التعليم خصو يكون ضليع في اللغه وحافظ القصائد الشعريه وحافظ لي نعم سيدي الفكر وحافظ ومطلع على الادب على المذاهب الاربعه ديال الدين الاسلامي. كاين ناس، كاين البلاد عندنا
ويكون ضليع في الفكر وفي الثقافه. ماشي نجيب واحد ما كيبقى عينه في البرلمان هكا، ديك انت ما كيعرفش ما كايناش كيقول، كيبان لك عينه زورق وسط البرلمان في واحد اللقطات، مع احترامي له كاين هنا اشكال وفيه ضرب حتى الدستور المغربي اللي هو اسمى الدستور تيقول لك اللغه ديالنا العربيه والامازيغيه، وكيفاش ان وزير ما كيعرفش وهاد الوزير والمصيبه الخطر حتى غدا ما تبغي تحاسب معاه هو تكنوقراط ماشي حزب غتصوت عليه، يفرعك يدير فيك ما بغى، يخرج لك على التعليم وغادي يمشي بحالاته صافي ببساطه شديده مع من تحاسب. وهذا الوزير هذا اللي فضلاج هذا تصوروا معايا المصيبه، ها هو حتى هو عضو في المجلس الاعلى للتربيه والتكوين، بهذا التكوين ديالو بهذه البساطه ديالو بهذه المسائل ديالو، وعضو في المجلس وكيتقاضى حتى هو الفلوس ما عرفنا شحال من مليون كيما كيتقاضاها السي عزيمه ما عرفنا شحال من مليون. والمصيبه ديال هاد المصيبه الكحله ديال هاد اللجنه اللي دارت هاد المصيبه الكحله، تصوروا معايا المغاربه باش تعرفوا البؤس، كتلقى مثلا مريم بن صالح عضو فيها وفي نفس الوقت هي عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كتلقى علال بالعربي هو عضو في المجلس التربيه والتكوين ونقال، وفي نفس الوقت عضو المجلس الاقتصادي، كيتخلص من المجلس الاقتصادي وكيتخلص من التكوين وكيتخلص من البرلمان وكيتخلص من عيشوا معايا. وديما نرجع لكم للدريسيه اللي لقيتها مثال باش نبقى نعطي مثال. دابا هاد الدوله هادي المغاربه خذوا مني هاد اللقطه هادي، خذوا مني هاد الهضره هادي اللي غنقول لكم راه خطيره. دابا حنا عندنا الدريسيه، والدريسيه على نموذج دريسيات هما في البلاد، انا غير كان مع احترامي لديك المواطن، يعني الدريسيه ساكنه في واحد العواد والشتا كطيح عليها، وعندنا ولادها عندها والده مسكينه، خصكم تعرفوا ديك الدريسيه ولدت 6 الولاد كلهم في الخلا. واحد اللقطه كتعاود واحد المراه تصوروا الشتا كتصب وولدت قدام الجامع، كتعرفوا المراه ملي كتولد مسكينه على الاقل كيعطيوها رفيسه ولا ديك الدجاج بلدي ولا لنا مسكينه كتكون، وشكون اللي قطع لها ديك الصوره؟ تصوروا حطت لها هكا البنت ما كاين اللي يوكلها والبرد وكانت الشتا كتصب، تصوروا على معاناه ديك المراه عاشت، ولادها كلهم بسته ولدتهم في الخلا بدون قابله بدون طبيب بدون والو، ولادها دابا مساكنها ومساكن مغاربه، دونك ما عندها ما تاكل ديك المراه، ما عندها ما تسكن، كتسعى شتو الحاله. ملي كيكون عندك وضع بحال هكا كتجي امينه ماء العينين برلمانيه البي جي دي، هاد خيتي هادي زعما لو كنا في عداله خصها هذيك انا زعما عداله حقيقيه، ما نقولهاش خصها شي محاكمه ما عرفت كيفاش تكون. تصوروا كتهضر بالاسلام ودايره الزيف ماء العينين، دايره الزيف وكتنهال من تجربه اسلاميه، كتاخذ 5 المليون وزياده من هذا المجلس الاعلى للتربيه والتكوين ديال التعليم، كتاخذ 1.5 مليون ما عرف دايره شي نائبه رئيس شي جهه، كتاخذ برلمانيه شي 3 المليون ولا ما عرف شحال ديك المصيبه الكحله ولا 4، عندها بطاقه ديال التران فابور، عندها اتصالات المغرب، عندها كلشي، واحد 12 مليون كتجمع. هذه مسلمه قالت لك وكتكتب في التدوينه وكتدافع وكتقول التحكم والدريسيه وماشي مسؤوليه ماء العين. هنا رجعوا للدوله، التوزيع ديال هذه الدوله الظالمه الحقاره، كيفاش واحد المواطنه مغربيه كتقدر تجمع لها 3 زائد 3 زائد 4 12 مليون عفوا، ومواطنه مغربيه ما عندهاش حتى سداري تنعس عليه. اش من عداله واش من دوله واش من اسلام واش من نقولوا شي كلمه في هذه البلاد. وعلاش قلت لكم واحد المره المغاربه هاد المجرمين ديال البي جي دي وقلتها لكم شحال مره نقول لكم تابعوا معايا، علاش كتلقى مثلا كيدافعوا على شي فكره، كنقول لكم راه كل واحد كيدافع على البي جي دي حيت عنده مصلحه، قلب له. دائما البشر وهذه نصيحه كنعطيها لكم، اللغه راها الانسان كيخبع وراها مصالحه ومشاعره، اللغه خلقت كما تيقول واحد الفيلسوف لاخفاء مشاعر الناس ومصالحهم. دائما خلف اللغه من شي واحد تيقول لك النضال والموقف عمرك ما تنبهر به، راه بعض المرات شحال تلقاه راجل ولكن اللي عنده اما كيبتز اما واكل مصلح اما. دابا البي جي دي كنقول لكم دائما عدد من الناس، دابا داك عدد بلا ما نسميه عدد منهم كتلقاه تيكتب في التدوينه، ولكن ملي كتبحث له انا مستفيد، هو لا حيت البي جي دي غيطيح ماكلته وسكنته وامتيازاته هو كلت بهذاك الوضع، ملي كيدافع ما كيدافعش على الوطن والدريسيه، لا كيدافع على راسو في الاصل. دابا ماء العين ما كتكتب تدوينات ديما كتكتب تدوينات وخص التحكم البي جي دي ما كتهضرش على المغاربه، هي كتدافع على واحد التجربه سياسيه اللي كتضمن لها تستمر في الاستفاده من ديك 12 مليون. ها اصل الصراع. اذا الرميد من كيدافعوا هما كلهم كيدافعوا على هذا الوضع هذا، لانهم واكلين فيه وشاربين بالتواطؤ مع المخزن بالتواطؤ مع كلشي واكل وكلشي شارب. غتشوفوا داك الصراع والتجاذبات عندنا صريح،
ما هو كلشي مفاهم، الميثاق الوطني كلشي اذا ملي كنجي نلقى ماء العينين واكله داك الفلوس كيفاش كنجي كنلقى انا مريم بن صالح عندها في المجلس الاقتصادي وفي التربيه والتكوين وباترونه داخله يديها في كل. قلت كيفاش؟ احمد العبادي كتلقى احمد العبادي ها هو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي عنده، وفي نفس الوقت في المجلس الاعلى ديال التربيه والتكوين. يعني باش يبان لكم ملي كناقشوا التعليم شوفوا الازمه التشكيله. شنو علاقه نور الدين الصايل بالتعليم وهو مدير كذا وعنده كذا؟ نور الدين عيوش اللي عنده السلسله ديال المدارس في الجنوب، واش هذاك غيفكر في المدرسه العموميه؟ نور الدين عيوش واش غيفكر في ولاد الشعب؟ غيفكر في الدريسيه نور الدين عيوش؟ ما يعرفهاش حتى فوق الارض ولا تحت الارض. واش عايشه ما كيعتبروش كاع بنادم هذاك الشيء. هما هاد نور الدين الصايل وهاد عيوش وهاد واحد اللوبي مرتبط بالمخزن ومرتبط وجالسين كيفرعوا. قال لكم ما يحطوا لنا السياسه التعليميه. شحال من عضو؟ 102. عطوني شي دوله في العالم فيها مجلس ديال الطب فيه 102. الدول من برا كتلقى فيها 11 12. تصور 102 موزعنها كل حزب كل نقابه كل كذا ومفركشينها بعضياتهم وجالسين كيحلبوا وفي الاخر ان ماء العينين راه رفضت المجانيه. ابن العربي ما ترفضش. هاد الاساليب ديروها مع دوك ضعاف السياسه اللي ضعاف التكوين. احنا الحمد لله حنا ما تطالعش هاد الاساليب. شي واحد كيجي كيكتب رانا زعما امينه ماء العينين راها غالطه. لا عرفك ضد انسحب. هو القرار كتخلى على داكشي. وقبل من داكشي ما تخلصش. انت عندك 3 المليون برلمانيه ياك، راجلك في التعليم عنده كذا بارك. خلي اخر ياكل، خلي واحد الدريسيه تاكل، خلي اخر ياكل، خلي مفاتيح الله يرحمها تبقى نشوفوها. خلي كتدي 5 زائد 3 زائد 4 زائد 2. المجرمين هذا الاجرام. هذه ماشي دوله، هذه ماشي الدوله، هذه ماشي دوله. كيما داك السيد الاخر اللي فتحوا لنا معاه تحقيق داك العمده ديال الرباط، خدا من رضا مع شحال 4 المليون وعمده مع شحال كيدي من المصيبه وبرلماني دابا مع شحال 4 كلشي شي 12 مليون. وبالمناسبه كنسول هذيك الفرقه الوطنيه ولا الدوله فين وصل التحقيق مع داك السيد وخرجوا لنا التحقيق نشوفوه. كيما فين وصل كذلك التحقيق مع هذاك الشيء اللي قال لبار وسط البرلمان كيخلع. سمعوا شنو قال. انا عندي مدير اكاديميه ديال الرباط راه دار واحد الفلس كبير في مكناس ولا زال مستمر. ومني كنتشكى انا كنتشكى كبيرهم الذي علمهم السحر. بحال ملي تكون 192 مليار مشات. الصفقات ديال الحراسه اللي تمت هنا وعندي الوثائق السيد رئيس الحكومه امكنكم منها بامانه. راه لا شتيوها غنبكيو على الوضعيه ديالنا ونقولوا اننا نصلحوا التعليم. وانا تلقيت تهديدات ما تقولش هذا الكلام. هناك عصابه مختصه في الصفقات. السي الوفا راه تعذب مع المدير الاكاديميه الحالي باش يزول له دار، والله ما استطاع لانه تيقول عنده الناس اللي واقفين معاه. وزاره التعليم كلها سلسله من السلسلات، كل شيء حلقه دايره. والوزير اللي يجي والله ما يتوفق لما كانش تحت الاشراف تاعهم. هذيك الماتيريال ديداكتيكي تبعوا واحد المراه ربحت الدوله عشرات الملايير وعندها ترقيه شهاده دوليه بالحسن التدبير ديال الشركه. هاد المراه هذه داروا عليها عمليه التصنت والتصنيت ولبقوا عليها الشعوذه باش هذا. وكيجي السيد كاتب العام وتيقول سيدي وقفوا. الناس سلمت الماتيريال ديالها، الماتيريال ديداكتيك في الزياره الملكيه، في الزياره ديال وزير التعليم الفرنسي للشمال، عطاتهم لي برودوي د لابوراتوار. جاهم امر انهم ما يخلصوهاش باش تمشي في حالتها باش تمشي للحبس. هذا الرعب، هذه الخلعه. هنا كانوا اللي نسالوه عطيونا سيدي النتائج. واش كيفاش كتفتح تحقيقات ما كنعرفوش داكشي فين وصل. قولوا لنا ما الذي وكانت شي تسويات في السماء قولوها لنا. تصوروها المغاربه هادشي اللي قال لبار شحال خطير. تصوروا خطوطه. شوفوا رئيس الحكومه عباد الله كيفاش غيجاوب عليه. تصنتوا. حنا ما بغيناش نجبدوا المرحله اللي كان الحزب ديالك في استعجالي واللي وقعت فيه فضائح. ما بغيناش نجبدوا هذا الشيء توقيرا السيد الوزير اللي كان وتوقيرا انه كنقولوا دابا هذا مشكل ديال التعليم خصنا نعالجوه. واش كاينه شي جريمه اكثر من هذه؟ واش كاينه شي بؤس؟ انا كنطلب منكم المغاربه ترجعوا هاد الهضره بن كيران
وتاملوا في ابعادها وزوموا عليها وشوفوا خلفياتها شحال خطيره. واش رجل الدوله كيهضر هكا؟ واش انت ملي كنتي كتجي للبرلمان الحمله الانتخابيه كتقول لي صوت عليا وصوتك لمحاربه الفساد وفرصتك وكذا وكذا، منين شديتي وليتي تقول واش بغيتونا نجبدوا الفضايح؟ واش هذا خطاب ديال رجل الدوله ولا علاش حطك مجبد تولي تقول لي تقديرا للوفاء؟ واش حنا كنراعيو؟ واش في الدوله كنراعيو؟ واش هذا الاسلوب المغاربه راه خطير هذا جدا. بغيتو نرجعوا الفضايح، بغيتو نرجعوا داكشي زعما بحال رغبات بحال اللي ديالو هو كيناقش يعني عنده داكشي. علاش المغاربه كيدير بن كيران هكا؟ انا نقول لكم علاش. لان بن كيران في تفكيرو ما كيفهمش شي حاجه سميتها الدوله. علاش بن كيران كيهضر بهذيك الطريقه؟ راه بن كيران في المخيال ديالو ما عندوش الدوله بقواعدها. يعني الدوله هي واحد الشعب، وداك الشعب نعم سيدي عنده المؤسسات ديالو وكينتخب الناس وكيتحاسب مع الناس اللي انتخبوا. هذا المفهوم ديال المؤسسات ما عندوش. هو كيعتبر عنده تفويض الهي في الحكم فلا شعوره. اذا هنا فاش كيقول عفا الله عما سلف بلا ما يتشاور مع شي واحد، هنا فاش كيقول الحزب ديالي وانا ديالي وكيبقى يهضر واحد الهضره بالانا ديال المخاطب ديالو. وهنا باش كيقول ما بغيناش وما نديروش وراعينا، حيت هو ما عندوش مفهوم الدوله، لا نوسيون ديال هادشي ديال الدوله بقواعدها والثقافه ديال الدوله واليات ديال الدوله والميكانيزمات ديال الدوله. هادشي ما عندوش في الراس ديالو. وكنرجع لديك اللجنه ونقول لكم ديال هاد اللجنه ديال التربيه والتكوين المغاربه، لان هادشي راه خطير وخطير جدا على المغاربه. وراه ما عرفتش كيفاش بغيت نعبر لكم شي طريقه اللي نخلي ما عرفتش نقول لكم ما كرهش الشوارع المغربيه غدا تنزل بشكل سلمي وحضاري. واش حنا كما كنقول دائما عندنا الدرسيه وعندنا مفاتيح كتحرك وعندنا الاطر المعطله كتاكل بالعصا وعندنا محضر قانوني ديال ما كياكل سميتو وعندنا المستشفيات المغاربه ناعسين في الارض وعندنا الناس كيولدوا في الزنقه وعندنا البؤس وعندنا التخلف وتجي انت دير لي 102 عضو ورئيس لجنه يدي 6 المليون. واش هذا الحماقه المغاربه ولا شنو هذا 6 المليون؟ كيفاش رئيس لجنه يدي 6 المليون وكل اجتماع ب 2000 درهم؟ دابا امينه ماء العين مثلا عندها 5 المليون و700 الف فرنك مثلا وكل اجتماع حضرته تاخذ واحد 2000 درهم. وشنو جبتوا لنا هاد 102 بالسلامه اليوم الى هذا؟ وشكون كيفتحص هاد الميزانيه هاد الخوت بعد هاد المجلس؟ بغينا نشوفوا عطيونا شي افتحاص، شي واحد افتحصوا عطيونا شكون كيمول هاد المجلس، منين كتجي فلوسه بعدا وشحال مرصوده له الميزانيه شحال وتالين هادشي وشحال الفلوس وشحال. ياك كيقول لك اسيدي في الدستور السياده للامه تمارسها عن طريق الاستفتاء، اما مباشره عن طريق الاستفتاء او بطريقه غير مباشره عن طريق الممثلين ديالها. فهي السياده الامه ما عارفه الفلوس ما عارفه كيما ما عرفنا السلطه القضائيه ديك المره داك الاصلاح ما يسمى باصلاح العداله وفلوس كتشتت. الخناشي قال لك سمعنا، الرميد قال لك دا خنشه، الاخر ما عرف شحال دا، كل شيء كل فلوس ما عرف الى يومنا هذا. فين هي السياده للامه؟ هي الامه ما كتعرفش فلوسها فين مشات. كيف السياده للامه؟ مثلا دابا الانشطه اللي كيدير الملك في افريقيا مزيانه ما يمكنناش نشكو فيها وما يمكنناش ما نباركوهاش وما يمكنناش ما كان، ولكن ملي كنقولوا السياده للامه تمارسها عن طريق مباشره عن طريق الاستفتاء او عن طريق من جمله السياده هو ان ذاك الشعب خصو يبعد على الاقل في 27 يكون عنده معلومه كيعرف. مثلا كيدخل هنا الملك كيدير ندوه صحفيه مع المغاربه او ماشي الملك ناطق رسمي يجمع في اطار الجوله الافريقيه اللي درنا ها شنو دخلنا من الاستثمارات ها التعاقدات. كاين امور اللي نقدروا نقولوا دي سيكري ديتا ما يمكنش واخا ماشي اشكال شي، ولكن على الاقل مثلا ما هو مالي التحركات شنو تصرف تما شنو كان ماشي عيب ماشي وقاحه ماشي. هذا قوتنا كدوله كنتقووا كشعب باش حنا كنعرفوا شنو كاين. وكذلك السلطه القضائيه فين الفلوس اللي مشات فيها. كذلك دابا بغينا نفهموا شوفوا الفلوس ديال ديك 40 مليار فين مشات ديال التعليم وهلم جرا. وحنا ما عارفين والو شنو جاري في هذه البلاد. وكانت لها قشره ديال الموز كيرخيو لينا كل مره شي حاجه نتلهاو بها في الخاوي والصراع ما بيناتنا. واخطر ما داروا لنا دابا المصيبه الكحله جوج د الحوايج. خطر اللي داروا لنا دابا ان النخبه انهم قتلوا النخب. خصكم تعرفوا المغاربه شكون اللي وصلنا باش نختم هذه الحلقه هذه، شكون اللي وصلنا لهذه المصيبه الكحله. البلاد علاش ولات بحال هكا؟ عدد من العوامل. اول عامل قتل لنا المصيبه الكحله دابا ديال البلاد دابا اللي لعب دور خطير هو انهم وصلوا لواحد النقطه ديال ولاو كيخلقوا مؤسسات ومجالس ومناصب وكيخليوها شاغره. كيوليو دوك الحقوقيين ولا دوك السياسيين ولا دوك النخب كلشي مستني التعيين في ديك البلاصه، وهنا كيبقاو يخونوا ضميرهم
وعدد من القضايا اللي كتشوفوا دابا السلطه القضائيه بحال ديك النهار مثلا الحقوقيين غير جدريه ديال وزير العدل. شوفوا المعركه ديال ديك السلطه القضائيه كيفاش كلشي ما كاينش اللي يهضر على عنبر وفتحي ودوك القضاه كلهم. لان علاش الرميد خدم ديك الورقات ديال ديك الجدريه، عطيه 2 مليون هذا 3 المليون تصورها. كذلك في عدد من عباد الله ولا مجالس اخرى. وكاين اللي كيتسنى دابا يولي بلاصه اليزامي، كاين اللي باغي يولي بلاصه الصبار، كاين اللي باغي داك المجلس ديال التعذيب مسني انهم واحد شي حاجه ما عرفتش شي توصيه من الامم المتحده. دونك هذه من الاشياء اللي فرعت الحركات الاحتجاجيه في المغرب. وكتلقى راه بلادهم كاين ولكن ما حاضرش كقوه في المعارك الحقيقيه. لان المعارك الحقيقيه في البلاد جوج، كاين عدد ما كنناقش، ولكن بالنسبه لي تقديرنا المتواضع المعركه في التعليم وفي القضاء. هادو هما المداخيل ديال التغيير في المغرب. والنظام كيعرف قدسيه هاد المعارك، وهادشي علاش شادهم بقلب من الحديد. المعركه في التعليم لان التعليم هو المدخل وهو القطاع الانتاجي اللي ممكن ينتج لك مجتمع متطور وينتج لك الصناعه والتطور والتخلف. ولكن هما هذا التعليم خصو يبقى متخلف. شي هاد المشاريع ديال المشروع الاستعجالي هذا كله غير مناورات. ما عندهاش الدوله اراده لاصلاح التعليم، لان الدوله براسها ما عندهاش السلطه باش تصلح التعليم. براسها مكتفه بالديون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسه الماليه، مكتفنها. الناس الغرب خدموا بكري مطورين، غرقوا المغرب بالديون، غرقوا المغرب الرويض خشاوهم الاول تحت مره وبقاو كيعطيو وبقاو كيفرضوا عليه الاملاءات في التعليم وفي السلطه القضائيه وفي كذا. ولا لاحظتوا الملف ديال التعليم ما كياخذش حقه في الفضائيات الدوليه، وملف السلطه القضائيه ما كياخذش. هنا يبان لكم التواطؤ الدولي الداخلي والخارجي. تاملوا لاحظوا المغرب عرف مجزره بحق القضاة، عنبر فتحي قنديل. عمركم شفتوا شي فضائيه خصت المجزره القضاء في المغرب؟ ما تعطاتلهاش اهميتها وما تعطاتش اهميه للتعليم. كتعطاش بعض المرات كدوز عليها كاين شي اساتذه شي، ولكن ما كدارش ملفات عليها صحيحه. وكيتم اهتمام حتى الفضائيه الدوليه انتخابات كيعطيوها اهميه، امور اللي ما عندهاش. ولكن القضايا الشعبيه اللي ممكن تطور الشعب المغربي، حتى الاعلام الدولي متواطئ والمكاتب ديالهم هنا متواطئين. وتاملوا في هذا الجانب هذا ورجعوا شوفوا واش كدار شي مواد اعلاميه قويه في القضاء وفي التعليم، لان هادو جوج الحوايج اللي كيبان فيهم الشعب فين غادي يمشي. واذا كنرجعوا كنقول الا كانت هاد عباد الله عندهم النيه ديال الاصلاح بسيط، 11 12 13 كاع عضو بمجلس بركه خبراء، وما تجمع لياش شي واحد ما عنده ما يضيف. علاش ما يكونش واحد بحال الحسن اللحيه رجل احترمه وعنده انتاجات وعنده كتابات اللي وقفوه دابا مسكين، ومن هذا المنبر اتضامن مع السي حسن. علاش ما يكونش مثلا السي محمد الدريج اللي الكتابات ديالو كتعتمدهم حتى وزاره التربيه الوطنيه في التكوين في المعاهد؟ علاش ما كانش مسكين اللحظه اللي داروا كان السي المنجره باقي حي، تصوروا معايا خبره والسي وما ملي كان حي وما داروش. علاش ما يدارش السي العروي؟ علاش ما يدارش عدد من الخبراء وداروا لجان ديال التعليم اللي باقيين دابا خدامين عارفين القسم وعارفين الظروف وعارف. كتجيب واحد ما عنده علاقه حتى بالتعليم، غارقه مع فلوسه ويحسب كيقدر يحسب على البنكه شحال الثروات، هو غيفكر ليا ولاد دريسيه ولاد كذا ولاد كذا. فخصكم المغاربه توعاو بان النقاش ديال التعليم ماشي نقاش قطاعي، وبان الوضع ديال التعليم مرتبط بالوضع السياسي ديال البلاد. واصلاح ديال التعليم ما يمكن يجي الا في اطار اصلاح سياسي حقيقي. النهار اللي الشعب يولي نيت شاد السلطه بيدو، الشعب كيقرر مصيره. المشكل ديال هذه البلاد ان الشعب بعيد على السلطه، والناس المتحكمين في الثروات هما اللي كيتحكموا. ما يمكنش يخلي لك التعليم ويخلي لك القضاء ويخلي لك الصحافه ويخلي لك. اذا هذا هو جوهر المشكل. راه ملي كيجي يقول لك التعليم، لا سيدي نتوما اللي ضيعتوا الفلوس في التعليم. الفلوس ديال التعليم، الفلوس الميزانيه ديال الدوله ما كتمشيش عند الاستاذ مخير مسكين شبعان كريديات وكيموت بالجوع، وما كتمشيش الفلوس للتلامذ. فلوس ديال التعليم مشات لهاد 40 مليار اللي مشات سيروا جيبوا لنا شكون داها، وكيديوها هاد 102 وهاد امينه ماء العينين وهاد محمد يتيم. تصوروا كيهضروا بالاسلام والله واش ما كيحشمش البشر. انا كنركز على هادو ماشي لحقاش حيت كيزايد. كيفاش انت كتقول الله وكتعرف بالدريسيه ولادها وعند الناس ما كيلقاو ما ياكلوا؟ تعفف. شوف انا عندي واحد البرلمان فيه 2 مليون و3، اي صالير جاك اخر هذا هو الايمان بالله. نعرفك مسلم، انت كتجيك 3 كتشدها 4 وخوك المسلم كيموت بالجوع وتجي تقول قال الله وقال الرسول، قال الله وقال الرسول الاسلام. واش الله يبغي هذا الشيء؟ وحاشا مع الله الاسلام يكون مع هكا، حاشا مع الله. الاسلام ديالنا ماشي هكا، هذاك الاسلام ديالكم خاص شخصي ديال البشر اللي ما في قلبوش الرحمه. اما الاسلام ديالنا اللي كبرنا مع والدينا والاسلام ديال الرسول ما فيهش هذا الشيء. الناس كان كيقطع من لحمه وخلفاء وكيوكلوا. اما انتم لا علاقه لكم بالاسلام، استغليتوا الاسلام من اجل الدفاع على مآرب التواطؤ. وانا هنا كنختم هذه الحلقه هذه.
كنقول للملك محمد السادس، انا دائما اخاطب الملك بكامل الاحترام والتوقير له. كنحترمه وكنهضر معاه لانه رئيس دوله ولانه رمز الدوله، وما يمكنناش نتبوردو وكيبقى هو شي واحد عنده واحد بصرف النظر. هذا هو الحكمه، راه ماشي المراهقه. بعض الناس كيقول لا هو اللي كيحكم، لا سيدي واخا ازمه بنيويه هيكليه كبير. كاين العصابه وكاين المخزن الاقتصادي، مالك عنده مسؤوليه سياسيه وكذا، كيبقى كاين راه الازمه راه تراكو. مالك راه ورث والحسن الثاني ورث. كنقول لك مسؤولين مسؤولين، هذه ما فيهاش ادنى نقاش. ولكن غيكون من المراهقه، انا بغيت نوجه هذه الرساله لبعض الناس في رسائلهم كيصيفطوا لي، راه من المراهقه ومن الصبيانيه هكا راه ساهل الترياب، البناء اللي صعيب. وعندك واحد الحاجه كذا راه ماشي حنا كنوجه للملك لانه حنا في دوله الملكيه، عندنا دوله تنفيذيه. ما بقاش نكذب انا الوهم ولا هاد بن كيران وهاد الرباعه ديالو عندهم هادو غير شهداء زور، هو والرميد هاد الرباعه كلهم الحكومه شهداء زور. وهادو ناس فضلوا ياكلوا في بطونهم العافيه، ما فيهم لا رحمه ولا كيفكروا في كذا، وما عندهم السلطه ومتواطئين وغير كينفذوا بسرعه، يعني جاو باش ينفذوا. اما من بيدهم القرار حقيقه هما المؤسسات الماليه الدوليه والمؤسسه الملكيه، وطبعا المخزن الاقتصادي. وهنا كنناقشوا المخزن الاقتصادي اخنوش بالدرجه الاولى، عتبه بن جلول، المهم المخزن الناس المستفيده اللي واكله وشارب. القرار كيتناقش، وحنا كنوجهوا للملك بحكم موقع، وتا هو الملك صدقوني ما يقدش على المؤسسات الماليه وهذا المخزن الاقتصادي وهذا الرباع. واخا يبغي، واخا كاع يبغي يعني غدا يجي، راه والله ما يقدر، والله لا قدر، ما يتفكش مع اللي قريب له. اتونسيون، راه النقاش ماشي سهل، ولكن عنده قدره فين ياخذ بعض القرارات اللي شويه. من جمله هذه القرارات حنا اللي كنقولوا دابا قريبه واللي كتعكس. اول قرار بسيط جدا، قرار ما اي موظف في وسط الدوله ما تاخذش اكثر من خلصه واحده. هذا ما فيه شي حاجه. عندك 3 الخلصات، غناخذ دوك جوج غنعطيهم المفاتيح ولا ولادها، ولا نعطيهم الاطفال طنطان، ولا نعطيهم كذا صافي. هذا قرار ما فيهش شي حاجه صعيبه، قرار يخرج. ما كاينش شي واحد يشد لي 3 الخلاصيه ولا 4. اسمح لي، القرار الثاني بحال دابا بسيطه. عندنا 40 مليار ديال سميتو ديال هذا المشروع. وعندنا السياج، وعندنا واحد العدد فيه 40 مليار 60 مليار حقوا فيها. وعندنا سوق الجمله كيقول لك هذاك الكرموطي راه فلفله كتخرج ب 6 ريال وكتباع ب 13 درهم مؤسسه عموميه. صافي، غير هادو ما بغينا سيدي، لا ماشي شي ثوره ما عرفت قداش. ونديروا واحد 11 هاد اللجنه دار منهم غير 11 هاد 102 وهذا عباد الله. واللي ما بغاش، كاين المغاربه اللي يخدموا فابور كاين المغاربه اللي يطوعوا فابور، كاين رجال تعليم، كاين اللي ما باغيش يتخلص كاع ديك 3 مليون 4 و10. انا ماشي هذه بعض الاجراءات ممكن تباشر دابا، من جملتها ما كاينش شي مسؤوليه ديك اكثر من 3 ديال الخلاصي ديالو. انعم سيدي بن كيران، علاش تاخذ ديك 3 عباد الله. كيفاش مسلم والتسابيح كنرجع دائما انا كنبغي قد تاخذ 4 المليون و3000 درهم تعويض على السكن، وعندك سكن ديالك في الليمون. علاش تاخذ ديك السكن وخرج جيبك ديال الدوله؟ عندك سكن صافي، الدوله كتوفر للمسؤول ولا الوزير اللي طلع ما عندوش السكن ضروري توفر. ولكن لقينا عندك سكن وبغيتي السكن ديالك صافي. راه ديك 4 المليون راه تقري ولاد الدريسيه في عامين كلهم. واش هذا ماشي اجرام؟ انت عندك سكنه وداك كتمشي للكونت في الحسابات. 4 المليون في 4 المليون في 4 المليون، هذا غير سكن. والاواني الفضيه 5050 ودي بلازما وميزانيه استثمار وميزانيه ديال التسيير وميزانيه وعاد الهدايا. قال لك الملك، وهذا الملك داوالو مو ودريتي شكون يداوي لها ولادها ولا كيفاش دابا هذه واش وقال لك حتى اوباما ما عرف شكون عطاه حتى هو شي كادو ولا شنو. تصور 4 المليون واش هذا التوزيع عادل؟ واش هذا اش من فلسفه هذه؟ اش من دين؟ اش من هذا المنطقه؟ انت عندك سكن يعني هذا خاص اعاده نظر في هذه الحوايج. لا بغيتونا نستقروا ولا بغيتوا البلاد، راه بنادم راه وصل للمستوى ديال بنادم ولا كيشعل العافيه في راسو، بنادم راه ولا كيهضر بوحدو، الاجرام راه تزاد. وعباد الله، وعلاش الاجرام بزاف؟ علاش الكريساج؟ راه الحل ماشي هو القرطاس، الحل ماشي هو القرطاس ولا ماشي قرطاس. راه الحل في انك دير تعليم شعبي، الشعب يقرا، في انك تحافظ على مجانيه التعليم، في انك دير تكافؤ الفرص، في انك دير سياسه اجتماعيه عادله بين عباد الله. راه ماشي طلعت تاكل كرموز وشكون اللي قالها لك؟ انت كتخلقوا نتوما شروط ديال الاجرام
وفي نفس الوقت توليو تحاكموا المجرم. ما يمكنش. واش كتصور انت ولد العنصر ولا ولد عباس الفاسي ولا ولد مريم الصالح يجريسي؟ واش ممكن يجريسي ولد عباس الفاسي ولا ولد مثلا الفهري ولا كيجريسي؟ عاود حي اللي يدو مسكين وولد سهب القايد وولد العلامه وولد جرجاف الله وسوق الكلب، لانهم كيكبروا ظروف بائسه بحال عدد من الناس مساكن لي. دونك نتوما اللي اذا المقاربه الحقيقيه هو هذا التعليم. والتعليم جيب له مواليه، تجيب له الصاير ولا تجيب له نور الدين عيوش ولا تجيب له يتيم ولا تجيب له. كاين خبراء وكاين اساتذه اكاديميين وكاين الا بغى اصلاح حقيقي ديال التعليم. واصلاح كما قلت دائما ما يكون التعليم الا في اطار اصلاح سياسي، اصلاح سياسي في العمق، فصل ديال السلطات حقيقيه. وهذا الشيء ما يمكنش يجي بهيبه. انا كنرجع وكنقول الناس اللي كيناضلوا خصهم يتقيوا الله في الشعب. راه كاين اللي كياخذ 5000 درهم وكيبيع الوهم وكيشارك في الجرائم، وكاين الناس اللي يرجعوا الله خصهم يرجعوا يناضلوا. والصحفيين خصهم يكونوا اوفياء لرسالتهم، يكونوا اوفياء ويتوجهوا المكامن ديال الضع الخلل. حقيقه حنا ما كنبغيناش البلاد ما عرفتش كيما بعض المجرمين لا بحال كنلقى شي تعاليق على ديك المواطنه الدريسيه بعض السفهاء ما سمحوا لي هذه اللغه. تصور واحد تيجي تكتب لك انت المهداوي شوهتي هذه المراه الله يشوهك هذا بيتي ولاد ايه وخليها تما في البرد هي ولادها والطوبه كتقرص. ما بغيتي انت ما تشوفهاش وما تشوفهاش العالم وصافي، وهي الطوبه تعاود مخها ولا شنو دور. نقول لك هي باش انت واحد كيجي كيقول لك مثلا واحد البوكس زعما لا ما كانش داك الشيء زعما هذا المخزن ولا هذا البيجي الا كان عاد تعليق عادي راه مصيبه كحل، راه مصيبه. راه كنبقى نقرا شي حوايج شي انواع ديال شي بشر راه كارثه داكشي. وكنختم معكم هذه الحلقه هذه، كنشكركم، كنتمنى الرسائل ديال هذه الحلقه هذه كذلك توصل، والى اللقاء في حلقه اخرى. الى اللقاء.